السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم فطائر ولا مخنفر بطريقه سهله وبسيطه بدون حليب وبدون بيض. كيجيو خفاف ومهوين من الداخل ومحمرين ولذاذ والرائحه ديالهم يا سلام. كيجيو على حقهم وطريقهم وغيهنيكم في الكوتي. كنتمنى ينالوا اعجابكم وتجربوهم. باش غنوجدوا هاد الفطائر هادو ولا مخنفر تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. وهنا باش غادي نوجد هاد الفطائر هادو ولا مخنفر، هنا عندي 6 كؤوس من الماء دافي، عندي 6 ديال الكيسان، عندي هنا 3 كؤوس من الفينو غربلتو من قبل، عندي 2 كيسان ونص ديال الدقيق الابيض الفورس، عندي 2 خمارات ديال الحلوى من وزن 8 غرام، يعني في المجموع 16 غرام، عندي هنا الملح على حسب الذوق، وعندي هنا الخميره ديال العجينه، عندي معلقه كبيره، هنا عندي معلقه كبيره ديال السكر السنيده ولا السكر حبيبات. صافي هنا كنجيب خلاط كهربائي كنضيف فيه 6 كؤوس من الماء، كما قلت لكم الماء دافي ضروري يكون دافي. هنايا انا الكاس باش عبرت هو هذا، ديما هاد المكونات هادو الكاس باش عبرته هو باش تعبروا كلشي. هاد الكاس هذا عبرت به الماء وعبرت به الفينو وعبرت به الدقيق الابيض. صافي هنا اول حاجه غادي نديرها غادي نضيف الخميره معلقه كبيره، غنضيف السكر معلقه كبيره والسكر والملح ديما على حسب الذوق. وهنا غادي نضيف 3 كؤوس من الفينو كما قلت لكم راني غربلته من قبل كنضيفو. صافي بعد ما جمعت كلشي في الخلاط الكهربائي هنا غادي نطحن هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم. صافي هنا نخدم خلاط كهربائي حتى يطحنوا لينا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. هنا من بعد ما طحن الفينو والسكر والماء هنا غادي نضيف الدقيق الابيض ولا الفورس، نضيفو كامل دفعه واحده. من بعد ما ضفتو غادي نضيف 2 خمارات ديال الحلوى من وزن 8 غرام نضيفهم كاملين، وغادي نضيف الملح على حسب الذوق، وغادي نعاود نخدم الخلاط ديالي غنبقى نخدمو ونطفيه على هذا الشكل هذا حتى يتخلطوا لينا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم ينسجموا ما يبقاش لينا داك الطحين باين. نستمروا بهذه الطريقه هذه حتى يتخلط لينا العجين ديالنا كامل. نطفيو ونشعلو على هذا الشكل. صافي هنا من بعد ما خلطته مزيان حتى ولا على هذا الشكل هذا دار لينا هاد الفقاعات هادو. هنا كنجيب واحد الاناء ولا شي طاسه هكا تكون كتسد وغادي نخوي فيها هذا الخليط هذا كما تشوفوا القوام ديالو كيجي على هذا الشكل هذا، ما ثقيل ما خفيف. صافي كنغطيه بالسلوفان ولا بشي غطايه كنلوح عليه شي منديل وكنخليه حتى كيختمر لينا مزيان ويضاعف الحجم ديالو. والوقت ديال التخمار ديال هذا المخنفر هذا على حسب الجو، على حسب الجو الا كان بارد ولا كان سخون وعلى حسب الخميره ديالكم. غادي نغطيه وغادي نخليه يختمر لينا مزيان ورجع ان شاء الله نكمل معاكم. صافي هنا الخليط ديالي من بعد ما اختمر ولا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا ضاعف الحجم ديالو. صافي كنخليه بحال هكا ما كنحركوش. صافي هنا عندي 2 مقيلات درتهم كيسخنوا، عندي هنا مقيله، عندي الزيت باش غادي ندهن هاد المقيلات هادو. هنا كندهن هاد المقيله، انا غادي ندير هاد العبار هذا ندهنها مزيان بالزيت باش ما تلتصقش. كما كتشوفوا راه عندي شويه تقشرات باقي ما شريتش وحده اخرى كندهن هذه حتى هي. هنا العافيه كتكون مهيله بزاف ما تكونش مجهده باش يطيب لكم من الداخل وما يتحرقش. هنا الخليط كنجيبو كما قلت لكم ما كنحركو ما والو، كنهز القدر اللي غيكفيني على المقيله كنهزو بهذا الشكل ما تحركو ما والو. كنضيفو مباشره في مقيله على هذا الشكل هذا نحاولوا نقادوه.
صافي. جربوا مخنفر بهذه الطريقه هذه كيجي رائع. غنقصوا عليه البوطه باش ما يجيكمش معجن من الداخل. كنخليه هكا كيطيب. صافي. هنا من بعد ما كنحس بها طابت من التحت كنحيدها وكنضيفها في المقله الثانيه على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. باش كنسربي كندير 2 مقلات صافي. وغادي نعاود ندهن المقله، غنعاود نهز واحد المغرفه ديال هذا الخليط وغادي نضيفو فيها. نقادو عاوتاني باش يجي مكاد. كما قلت لكم العافيه خصها تكون مهيله بزاف باش يطيب وما يجيكمش معجن. هنايا في هذه المقيله حتى راني ناقصه عليها مزيان باش يطيب مزيان من الداخل ما يجيش معجن. صافي. وغنستمر بهذه الطريقه هذه. صافي. وكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. كنتمنى ينال اعجابكم. جربوا مخنفر بهذه الطريقه هذه كيجي رائع ولذيذ كيف ما العاده. ما تنساوش خصكم اللايك والبارطاج فضلا منكم وليس امرا. مشاهده كامله. اللي باقي ما مشتركش عندي اشترك عندي، فعلوا لي الجرس باش يوصلكم كل جديد. متنساونيش من التعاليق ديالكم الزوينين. ومع السلامه. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله باذن الله.